وما تخليش الفشل يهز ثقتك بنفسك. في دراسه اتعملت سنه 2018 على مجموعه من الطلاب، مجموعه الطلاب دول سقطوا في الامتحان الاول بتاعهم، كان في منهم جزء متعاطف مع نفسه وسقوطه ده مهز ثقته بنفسه، الجزء التاني للاسف ثقته بنفسه اتهزت وما كانش متعاطف مع نفسه، كان عنده افكار سلبيه كتير زي انا فاشل، انا غبي، انا مش عارف ايه. سمحوا ليهم في الدراسه دي ان هم يعيدوا الامتحان تاني. المجموعه الاولى اللي كانت متعاطفه مع نفسها درجاتهم اتحسنت بنسبه اكبر 25% من المجموعه التانيه. والنهارده معادنا مع السلوك العاشر من كتاب 13 شيء لا يفعله الاشخاص الاقوياء عقليا. السلوك العاشر معانا بيقول ايه؟ بيقول ان الاشخاص الاقوياء عقليا they don't give up after the first failure. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مش بيستسلموا بعد اول فشل يتعرضوا له. طبعا كتير مننا بيخاف يفشل احسن يكون في نظر الناس الشخص الفاشل، والفشل راح الفشل رجع، بيخاف يجازف اصلا احسن يفشل او يستسلم بعد اول فشل اتعرض له وما يجربش تاني. وده طبعا بيبقى شايف انه صعب ومستحيل يحقق حاجات كتير ناس غيره حققتها، ودايما فكره في دماغه اللي هو انا مش هقدر، انا هفشل، وكأن الفشل ده نهايه الكون. وناس تانية فكره الفشل بالنسبه لهم دي فكره مميته، بيخلقوا الاعذار والمبررات عشان يداروا على فشلهم سواء بينهم وبين نفسهم او قدام الناس. طبعا كتير مننا مهما كنت قوي بتتعرض للحاجات دي، بس اللي يفرق حد عن حد اللي يستسلم ليها، لان اللي بيستسلم ليها فعلا والافكار اللي جواه دي زي ما قلنا بيبقى فيه صراع جواك بين شخصين، اللي بيستسلم ليها هو فعلا اللي بيفضل واقف في مكانه. اصل احنا اتربينا على ايه؟ اتربينا ان احنا نخاف نقول ان احنا سقطنا في الامتحان، او لو في محاضره نخاف نقول ان احنا مش فاهمين الحته الفلانيه دي احسن اصحابنا اللي حوالينا يضحكوا علينا، فنخلق اعذار للفشل وقصه وهميه تفضل تكبر معانا، زي انا ما كانش عندي وقت، زي اصلا انا كنت تعبان وكان عندي برد قبل الامتحان. والطبقات اللي بعض الناس والمجتمع حطونا فيها زي الطالب اللي بيسقط فهو شخص غبي وفاشل، او زي رائد الاعمال اللي بيحاول يعمل بيزنس ويفشل فالبيزنس دي مش سكته، هو عايز يعمل فيها ايه؟ عايز يعمل فيها رجل اعمال. او لو مخترع ولسه في بدايه طريقه وفشل مره والتانيه، هو شايف نفسه ايه؟ شايف نفسه مخترع يعني؟ او هو انت هتعمل ايه يعني؟ هتخترع الذره يا اخويا؟ هيخترع الذره، تخيلوا. ده غير طبعا النوع التاني اللي اتعود من هو صغير لو حاجه وقفت قصاده او ما عرفش يعملها يستسلم على طول ويسيبها، او يروح لبابا او ماما يعملوها له. والنتيجه كانت ايه؟ كبرنا وخوفنا من الفشل كبر معانا، واستسلامنا اتحكم في حياتنا اكتر. بس الحقيقه الحلوه في الموضوع ان الفشل مش النهايه، معظم الناجحين عاملوا الفشل على انه بدايه رحلتهم الطويله للنجاح. وزي ما روبرت كيوساكي قال في كتاب الاب الغني والاب الفقير، هسيب لك برده لينك الملخص بتاعه، قال ان الفشل جزء لا يتجزأ من عمليه النجاح، واللي بيتفادوا الفشل بيتفادوا النجاح برده. واللي فيكم ما شافش الاجزاء اللي فاتت، احنا الكاتبه اللي كاتبه الكتاب ده اسمها ايمي مورين، وهي دكتوره نفسيه، ومع كل سلوك بتحكي لنا حكايه للناس اللي كانت بتزورها في العياده النفسيه. فبطلة حكايتنا النهارده هي واحده اسمها سوزان، راحت لايمي. كانت مشكلتها ايه بقى سوزان راحت لايمي وقالت لها ان هي مش مبسوطه في حياتها، وده عمل لها تأنيب ضمير، ودايما حاسه ان هي مش شخص كويس. هي عندها كل حاجه وربنا مديها كل حاجه، زوج كويس وبيحبها وبتحبه، طفله عندها 2 سنين جميله وماليه عليها حياتها، فلوس ووضع مادي كويس، وظيفه مستقره كموظفه استقبال في مدرسه. بس للاسف برضو زي ما قلنا هي مش مبسوطه، ده محسسها ان هي انانيه وما عندهاش رضا. بس بعد اول كام جلسه ايمي مسكت اول الخيط. سوزان اعترفت لها ان هي من زمان كان نفسها جدا ان هي تطلع مدرسه، وفضلت تتمنى ده، وفعلا بعد الثانويه قدرت تحقق حلمها ده ودخلت كليه التربيه. بس على الرغم ان الجامعه كانت بتبعد عدد ساعات قليله جدا عن بيتها، كانت دايما بتحس بالحنين لبيتها واهلها واصحابها، ودايما حاسه ان هي مش قادره ان هي تكمل في الجامعه، خصوصا ان هي شخصيه خجوله جدا وما قدرتش تعمل علاقات او صداقات في الكليه. فبالتالي في نص الترم الاول بطلت ان هي تروح الكليه ورجعت لاهلها. واول ما رجعت كان قدامها وظيفه الاستقبال في المدرسه، فما ترددتش لحظه ان هي تروح، ومن ساعتها ولغايه النهارده هي في نفس الوظيفه، مع انها مش الوظيفه اللي هي بتحلم بيها، لكنها شايفه ان هي اقرب وظيفه لوظيفه احلامها، يعني نص العمى ولا العمى كله. وايمي طبعا بحكم ان هي دكتوره نفسيه قرت جدا ان سوزان لسه بتحلم تكون مدرسه ولسه بتحلم بالتدريس، بس خلاص ما بقاش عندها الثقه الكفايه في نفسها ان هي تقدر، خصوصا ان هي فشلت اول مره. فايمي اقترحت على سوزان ان هي ترجع للجامعه. راحت سوزان ضحكت وقالت لها ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انا كبرت. يعني هو بعد ما شاف ودوك كتاب. بس ايمي قدرت تغير رأيها لما حكت لها حكايه الست اللي لسه متخرجه من الجامعه وهي عندها 94 سنه، لان مفيش فعلا عمر محدد للنجاح او انت تجرب الحاجه اللي انت بتحبها ولا للدراسه. فلو انت بتحلمي بالتدريس لا كملي وما تقوليش انا كبرت. وفي الجلسات اللي بعد كده ايمي بقى سالت سوزان ايه فعلا الحاجه اللي خلتها ما ترجعش للجامعه كل السنين دي. سوزان قالت لها من الاخر كده الجامعه دي مش بتاعتي، انا مش حد اللي هو
هو ينفع اروح الجامعه. طبعا ده كان وهم في دماغها هي، بس وهم كان سببه ان هي خايفه ان هي تفشل. اصل الناس هتقول ايه لو فشلت مرتين؟ وسوزان زي ناس كتير جدا لو فشلت مره او ما ظبطتش معاها الحاجه من اول مره خلاص ما بتكررهاش تاني، اللي يقولك خلاص انا اتعقدت انا مش هحاول تاني. لدرجه ان هي لما ما قدرتش تلعب في فريق السله تبع مدرستها بطلت تمارس رياضه، ولما رجعت تخلط 7 كيلو بطلت ان هي تعمل دايت تاني اصلا. سوزان بقى بتحكي لإيمي ان هي لمجرد ما بدات الدراسه حست ان هي مبسوطه اكتر، حاسه ان الحاجه اللي هي كانت ناقصاها لقيتها. فكره ان هي تشتغل على هدف معين في حياتها وتحقق حلم حياتها هي دي الحاجه اللي كانت ناقصاها. فببساطه الفشل ما هو الا محفز ليك ان انت تحاول مره واثنين وثلاثه، ومع المحاولات تحسن كل مره عن الثانيه. اعظم مثال ذكرناه برضه في كتاب الاب الغني والاب الفقير توماس اديسون، مخترع المصباح الكهربائي. توماس اديسون كان عنده فيجن، هدف كبير بيسعى ليه، ان هو عايز يكون مخترع. حصل على 1093 براءة اختراع، منهم اختراعات ما سمعناش عنها اصلا لانها فشلت زي القلم الكهربائي. بعدها عمل الجوست ماشين او ماكينه الشبح اللي بيطلع منها شبح ينقل الناس لمكان مختلف، وفشل برضه. وبعدها سبحان الله يا اخي نفس المخترع الفاشل ده اخترع المصباح الكهربائي اللي غير حياتنا كلنا دلوقتي. مع كل اختراع فاشل توماس ما كانش بيستسلم ولا بيخاف من كلام الناس، ما كانش همه كلام الناس. دايما كلام الناس ما تخلوش يأثر فيك، ارمي كلام الناس ورا ظهرك. بالعكس كان دايما بياخدها فرصه للتعلم، لدرجه ان كان معاه مساعد شاب قال له بكل يأس احنا بقالنا اسابيع عمالين نحاول ومفيش اي نتيجه، انا زهقت. توماس قال له يا راجل بجد مفيش نتيجه؟ انت مش شايف نتيجه بجد؟ قال له لا انا مش شايف نتيجه. توماس قال له بالعكس انا شايف نتائج كتير، انا دلوقتي عرفت الاف المنتجات اللي مش شغاله. وده الفرق بين نظره التشاؤم ونظره التفاؤل. دايما زي ما قلنا الموقف ليه اكتر من زاويه تبص للموقف فيها. انت يا تشوف ان انت بتتعلم من فشلك، يا تشوف انك لا حاولت كتير ومش ناجح فتستسلم. اهم حاجه تكون زي توماس اديسون، كان عنده هدف كبير ان هو يكون مخترع. الطريقه اللي هتوصله للهدف هي اللي اختلفت. مش مهم يكون مخترع عن طريق ان هو يخترع القلم الكهربائي، هو خلاص بمجرد ما عرف ان القلم الكهربائي ده اختراع فاشل او منتج فاشل الناس مش عايزاه خلاص ما فضلش يجرب فيه. بالعكس قعد يجرب مئات الاختراعات التانية لحد ما ظبط معاه المصباح الكهربائي وحس ان ده فعلا المنتج اللي الناس محتاجاه. فلو انت عايز تكون غني دي الفيجن بتاعتك، دي رؤيتك الكبيره. اما بقى الطريقه اللي هتخليك تكون غني، خلي عندك فلكسبيليتي ومرونه ان انت تحقق ده باكتر من طريقه. فمهما كانت موهبتك او ذكائك فلازم تشتغل عليها، ما هياش حاجه هتمنع عنك الفشل. والدراسات اثبتت ان العمل اهم من الموهبه. يعني الناس اللي بتمارس رياضه باستمرار لمده 10 سنين متواصله ومش بيستسلموا بالرغم من الفشل المستمر، هم دول اللي بيحققوا نجاحات كبيره رغم ان هم ما كانوش موهوبين من البدايه. فمع كل فشل حاول مره واثنين وثلاثه، وخلي عندك شفقه على نفسك، خليك رحيم على نفسك. بلاش كلام زي انا فاشل انا مش عارف ايه، لا بالراحه على نفسك. والشفقه على النفس هنا فرق كبير جدا بينه وبين السلوك الاولاني اللي قلنا عليه. مش شفقه على نفسك اللي هو تصعب عليك نفسك واشمعنى انا اللي بفشل واشمعنى انا اللي بيحصل لي كده، لا شفقه على النفس ان انت تبقى رحيم على نفسك، تبقى شايف ان انت مهما كنت عملت حاجه غلط فالحاجه الغلط دي اكيد انت ما كنتش قاصدها واكيد هتصلحها في المره الجايه، وان انت تستحق ان انت تكون ناجح وتستحق تجرب مره واثنين وثلاثه. ففي النهايه محدش فينا يتمنى الفشل، فلازم تغير طريقه نظرتك للفشل ده وما تستسلمش. اعتبر الفشل ده ماراثون ما هو الا انه هيوصلك للهدف اللي انت عايزه. وقولوا لي بقى بصراحه في الكومنتات، مع اول فشل اتعرضتوا ليه استسلمتوا ولا كملتوا؟ لما كملتوا وصلتوا لايه؟ وما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو لان اكيد في حد محتاج يسمعه دلوقتي. وطبعا سبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك السلوك ال11.